السلام عليكم. هنعمل النهارده مع بعض الجمبري بطريقه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي تعقيد. وهقول لكم في الفيديو ده على شويه حاجات بسيطه نعملها بس هتفرق جدا. ازاي ننضف الجمبري كويس، ازاي نشيل منه الحبل الرملي، ازاي نظبط التتبيله ونطلعها تكون مظبوطه، وكمان ازاي نظبط التسويه. تابعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه عشان تعرفوا كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا نبدأ ونشوف ايه هي المكونات او الخضار اللي احنا هنحتاجه. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول. هنبدأ بأول حاجة معانا وهي تنظيف الجمبري. هنغسله تحت مية جارية، نغسله كويس قوي. وبعد كده هنبدأ نشيل منه الحبل الرملي. هو في كذا طريقة عشان نقدر نشيل منه الحبل الرملي، بس انا هقول لكم النهاردة على ابسط طريقة. بنجيب خلة اسنان وبندخلها في تاني فتحة على طول من بعد الراس. بندخلها ونبدأ نطلع منها الحبل الرملي. هنعمل مع بعض واحدة كمان اهو. بنسيب اول فتحة من بعد الراس، وتاني فتحة بنبدأ ندخل فيها الخلة ونطلع منها الحبل الرملي. او ممكن تفتحوا الظهر بتاعها بسكينة وتطلعوا منها الحبل الرملي، بس طريقة خلة الاسنان بتبقى احلى لو هنعمل كمية كبيرة. تاني حاجة معانا وهي الخضار اللي هنستخدمه. معايا طماطميتين وسط قطعناهم قطع صغيرة، جزرة مبشورة، وبصلة وسط او بصلتين صغيرين هنبدأ نقطعهم قطع جوليان. ومعايا كمان 3 أو 4 فصوص توم متقطعين. وبالنسبة للفلفل فأنا هنا استخدمت فلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر وقرن فلفل حراق. وبالنسبة للبهارات اللي هنستخدمها، معايا معلقة صغيرة ملح، والملح هنا بيكون على حسب الرغبة. معلقة كبيرة بهارات سمك، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كاري، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. ودي بالنسبة للبهارات اللي احنا هنستخدمها في الجمبري. وهنا ما بنحطش ولا مستكة ولا ورق لورا عشان دي مش لحوم. يلا بينا بقى ما نشوف هنعمل الجمبري ازاي. في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت، وهنستنى لما الزيت معانا يسخن. وبعد كده هننزل عليه بالبصل، وبنفضل نقلب في البصلة وهي على النار لحد ما تدبل. واحنا هنا ما بنحمرش البصل، هي يدوب بس البصل هيدبل. واول ما البصل يبدأ يدبل هنبدأ ننزل عليه بالثوم وهنقلبهم تاني مع بعض. وبنفضل نقلب في الثوم والبصل لعند ما الثوم يبدأ ان هو يطلع ريحته. بمجرد ما تشموا ريحة الثوم بنبدأ ننزل عليهم بالفلفل. بننزل بكل انواع الفلفل اللي معانا، اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر والفلفل الحراق، وهنقلبهم مع بعض. وناخد بالنا ان احنا هنا ما بنشوحش اي خضار. وبعد كده بنبدأ نضيف الجزر عليها وهنقلبهم مع بعض. وفي المرحلة دي مفروض ان احنا كنا نضيف فيها الطماطم، بس انا نسيت ان انا احط الطماطم في المرحلة دي، فهحطها كمان شوية. وبعد كده هنبدأ نضيف عليها البهارات بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل الاسود وبهارات السمك والكزبرة والكيري. وبعد كده هنقلبهم مع بعض، وبنسيبها على نار متوسطة من دقيقتين ل3 دقايق. بعد كده هنبدأ نضيف الجمبري اللي احنا غسلينه كويس قوي بالمية، وكمان شايلين منه الحبل الرملي، وهنقلبه كويس عشان ياخد من طعم التتبيلة اللي احنا لسه عاملينها. وناخد بالنا ان الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني هم حوالي 10 دقايق كده وبالكتير قوي ربع ساعة. لان اول ما لونه يتغير للون الاورنج يبقى هو كده استوى. وبعد كده هنغطي عليه وهنسيبه على نار متوسطة يستوي براحته. وهنا اكتشفت ان انا نسيت احط الطماطم، فحطيتها على الجمبري وقلبتها تقليبه بسيطه وسبتها على النار. وزي ما قلت لكم ان الطماطم بتتحط في الاول مع الخضار، بس انا عشان نسيت احطها فحطيتها دلوقتي. ولو حابين انكم تعملوا الجمبري بشوربه، فممكن تحطوا عليها كوبايه ميه مغليه او كوبايتين ميه مغليه. المهم انها تكون ميه مغليه. واول لما الجمبري يغلي بنبدا نضيف عليه معلقه كبيره من عصير الليمون. ولو وصلتم لعندي هنا وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. هنغطي عليها وهنسيبها لعند ما تاخد اللون الاورنج. وبعد ما الجمبري استوى فهنبدأ نغرفه، كمان هنغرف معاه الشوربة اللي احنا عملناها. وبكده نكون خلصنا وصفة الجمبري. وزي ما شفتوا كده مفيش فيها اي حاجة صعبة ولا خطوات كتير. هو الموضوع كله بيعتمد على شوية حاجات بسيطة، زي ازاي نظبط مثلا التتبيلة،
نكون مركزين في التسوية ومش اكتر من كده. ولما الوصفة تبقى بسيطة كده وواضحة الواحد بيبقى متشجع ان هو يجربها من غير ما يتوتر او يحس ان هي محتاجة شطارة بزيادة. وجربوا الجمبري على طريقتي، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو وصلتم لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.